السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. هنتكلم النهاردة عن فيديو جميل. فيديو بندي للناس حافز، الناس تشتغل، الناس ربنا يكرمها، ناس تبص على الزراعات البسيطة، على الزراعات اللي تمشي أمورها، على الزراعات اللي مش مكلفة، على الزراعات صاحبة الإنتاج الكويس. احنا دايما بنعتمد على الزراعات تحت الإنتاج، لا قدر الله في دروب في السوق في السعر، الانتاج بيعوض، ودي من ضمن المميزات، ودي من ضمن الحاجات اللي الناس مش هتكلمك عنها ولا الناس اللي واخده بالها منها. احنا دايما لما بنتكلم مثلا في شجره التين الشوكي، لما يبقى كميه الانتاج عاليه جدا، رخر بنقول القفص ما يخسرش، لو وصل 20 جنيه ما يخسرش. لو كميه الانتاج عاليه جدا فنقول القفص ما بخسرش. فعشان كده دي من ضمن المميزات اللي بتخليك دايما في بر الامان. لما نيجي مثلا لشجره البرتقال الصيفي، لما يبقى عندي 130 طن في الخمس فدادين، بما يعادل الفدان 25 طن، في 2 جنيه ب 50,000 جنيه. في 2 جنيه اللي هو أسوأ سعر في السوق ب 50,000 جنيه. يا بال دلوقتي البرتقال الصيفي ب 6 جنيه الكيلو. فاحنا بنتكلم دلوقتي في أرقام رهيبة. فمن ضمن المميزات إن أنت حاول تشتغل صح، تمشي أمورك، هتلاقي نفسك ربنا بيكرمك. يعني نوريكم شكل الحصاد. طبعا احنا بنحصد ده في شهر 3 واثنين وواحد البرتقال الصيفي، وبنحصد التين الشوكي في شهر 7. دي المميزات، ان زرعه بتشيل زرعه، زرعه بتصرف زرعه، فتلاقي نفسك مشروعك بيكبر والعائد بتاعك كويس جدا. من ضمن المميزات ندخل مع بعض كده. ربنا يبارك يا رب، دعواتكم. وهنا بنبدا نخدم ونروي زي ما انت شايف كده، وتبتدي معانا نحصد في شهر 7. الزراعه ناجحه بس تشتغل بذكاء. ان شاء الله كل ما هو جديد تلاقوه. فيديو ما خليتوش طويل عليكم بس يكون حافز ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.